السجق السوداني من أحلى وأطيب الأكلات اللي حتاكلها. وطبعا إحنا بناكل السجق مش بس في الأعراس لكن في كل المناسبات والأعياد، ولازم نحضر له من مدة لأنه شغله متعب جدا جدا. وأيام زمان كانت لازم الذبيحة بتذبح في المنازل، يعني العجل والخروف، وطبعا بيكون يوم متعب جدا جدا لأنه بنقعد ننظف المصارين ونفرم اللحمة في نفس الوقت، ويكون ما أقل من 50 كيلو عشان نعمل منها السجق. السجق بنخلط الخليط بتاع العجالي مع الضاني، وطبعا لازم نضيف له اللي هي شحم الضانب الخروف. بالنسبة للتحمير بأهم حتة فيه لازم بسخن السمنة وبقدح كده فيه السجق عشان يعني مويته ما تفرز لي كتير. يعني طريقة التحمير زي اللحمة الشية السودانية. بعد ما يصفي كده الموية بتاعته أنا بضيف له المطيبات، وطبعا السجق ده عايز انت تضرب جنبه يعني بيض بالطاجن الأسواني. وبالنسبة لي بهارات السجق هي بسيطة جدا جدا، ملح وفلفل أسود وكباب صيني وهبهان مسحون وكمان جوز الطيب، وبيطلع أحلى سجق سوداني. ولأنه اللحمة السودانية يعني أورجانيك يعني عضوية.